السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي مشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو يضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا بقى اقول لكم النهاردة عملت ايه. بنص كيلو كنافة عملت العظمة اللي انتوا شايفينها دي. كل ده بنص كيلو كنافة. كل ده بنص كيلو كنافة. تعالوا اقول لكم عملتها ازاي. يلا بينا. معايا هنا بقى نص كيلو كنافة، انا لسه شارياها، يعني طريقة مش ناشفة ولا دخلت التلاجة ولا اي حاجة. بصوا زي ما انتوا شايفينها كده. هقطع بقى زي ما انتوا شايفينها كده، يعني هقطع حتة بحتة كده، يعني هفرفتها كده في ايدي خالص. بصوا هحطها بالشكل ده. هجيب بقى بخاخة، يعني بخاخة بتاعت مية او ازاز او ازازة او اي حاجة، بس الافضل تكون بخاخة كده. يعني هبلها مية حاجة بسيطة خالص عشان اعرف المها. بصوا هجيب الطبقتين اللي في الاول دول على بعض، وبعد كده هلمها بايد وهمسكها بايد زي ما انتوا شايفينها كده. بصوا طبعا انا هعملها ساده، لو انتي هتحبي ان انتي هتعمليها بالمكسرات عادي هتحطي جواها مكسرات عادي. بصوا هعمل واحده تاني. بصوا انا بليتها حاجه بسيطه خالص، ممكن بايدي باي حاجه. بعد كده لميتها من قدام كده على بعض. همسكها بقى بايد، والايد التانية هضغط عليها كده والفها زي الرول كده. بصوا زي كده. وفي الاخر ممكن تقفليها بميه. بصوا زي كده. اهم حاجه في الصينيه اللي انتي هتدخليها الفرن ان انتي تلزقيهم في بعض، ما تسيبيش مسافات علشان ما يتفكوش معاكي. بصوا زي كده انا خلصت كل الكمية. هسقيها بقى سمنة او زبدة. بصوا كنافة يعني زبدة، يعني هي بتاخد زبدة كتير بصراحة. بصوا هسقيها كده كويس. انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لحد ما تاخد لون من تحت، وبعد كده اول بقى ما تاخد لون من فوق هاجي مخرجاها. بصوا كده سقيتها بالسمنة. هدخلها بقى الفرن. بعد كده فاضل معايا باقي الكنافة. هعملها بالشكل ده. عندك بقى قمع اي شكل عندك او اي حاجة حابة تلفي عليها. بصوا جبت قطعة من الكنافة زي كده، وجبت القمع ده عندي، وهلفها بقى بالشكل ده. وهاجي في الاخر علشان اقفلها برضو هبلها مية حاجة بسيطة خالص. مش تبليها مية اللي هو تعجنيها، لا، يعني حاجة بسيطة خالص كده بالبخاخ علشان ايه؟ تقفل معاك. بصوا هعملها بالشكل ده. وبعد كده هضغط عليها كويس جدا. بصوا انا بضغط عليها ازاي. وبعد كده هخرجها وهرصهم بقى في الصينية بتاعتي كده. كده خلصت كل الكمية. هسقيهم برضو بالسمنة او الزبدة. بصوا بالشكل ده. يعني حتى لو الزبدة طلعت زيادة معاكي بعد ما الكنافة تستوي عادي انتي ممكن تصفيها. هنا بقى كنت خرجت الصوابع دي معايا من الفرن. بصوا الكنافة سخنة، والسيرم بتاعي يعني الشربات بتاعي بارد خالص. سايبالكوا المقادير بتاع الشربات في اخر الفيديو. بصوا هسقي بقى الكنافة بتاعتي. بعد كده بقى هسيبها تبرد خالص. هي اول ما تبرد اصلا هتلاقيها اتفككت عن بعضها. بصوا هنا بقى كانت بردت معايا، هبتدي بقى ان انا اقطعها. قطعيها بقى على حسب الحجم اللي انت عايزاه. ممكن تقطعيها صوابع، ممكن تقطعيها دواير صغيرة كده، يعني براحتك. انا هقطعها صوابع. بصوا كده كنت قطعت كل الكمية،
كنت خرجت دول كمان من الفرن وسقيتهم بالشربات. معايا هنا بقى كريمة، انا هحشيهم كريمة. ممكن لو عندك مكسرات تحشيهم مكسرات كريمة، اي حاجة عندك حابة ان انتي تحشي بيها براحتك. ممكن تحشي القلب بتاعها كده بيها. انا كان عندي كريمة فهحشيها كريمة. ممكن تحشيها قشطة، ممكن تحشيها كريمة، ممكن تحشيها مكسرات، يعني براحتك على حسب ما تحبي. بصوا كده خلصوا معانا، وبجد كان طعمهم تحفة والله العظيم. كان طعمهم تحفة، جربوها. بصوا عاملة ازاي، بجد حلوة اوي. والصوابع بصوا عاملة معايا ازاي. اجمل ما فيها بقى ان هي مش بتاخد وقت خالص معاكي بصراحة. جربيها تطلع معاكي تحفة وهتعجبك ان شاء الله. يلا بينا اقول لكم مقادير السيرم. معايا هنا بقى هنزل بكوبايتين من السكر، عليهم كوباية واحدة من المية. هنزل بقى عليها ارفعها على النار. بعد كده هنزل عليها بمعلقة من العسل. العسل اختياري، لو ما عندكيش عسل خلاص. اول بقى ما تبتدي تغلي معايا كده، نزلت بنص معلقة صغيرة من ملح الليمون. ولو ما عندكيش ملح الليمون انزلي عادي بعصير ليمونة. بصوا اول ما ابتدى يغلي معايا كده بقى هوطي عليه زهرة خالص لحد ايه ما يتقل بقى معايا لمدة ربع ساعة مثلا. وبعد كده هطفي عليه واسيبه بقى يبرد. وبكده خلص الفيديو معانا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.